على فكرة بقى أنا سامعاكِ اللي قاعدة بتقولي هو إحنا ما عادش ورانا يا مروة غير الفسيخ بتاعِك، كل يوم تجيبي لنا فسيخ، أيوه يا جماعة أنا كل يوم هاجيب لكم فسيخ، ومش أي فسيخ، كل يوم هاجيب لكم طبار، ما ينفعش يا جماعة إن إحنا نكون في موسم السعادة، موسم البطارخ، وأنا ما اوريكوش بقى الفسيخ بتاعي اللي أنا عملته وطالع معايا زي القمر زي ما أنتم شايفين كده، وده يا جماعة طبار، أيوه طبار يا جماعة للناس اللي بتقعد تقول لي الطبار ما بيتملحش، البوري بس هو اللي بيتملح، الطبار ما بيكونش حلو في الفسيخ. والله يا جماعة أنا صوتي اتنبح معاكم أقول لكم والله يا جماعة الطبار بيتملح وبيكون أحلى كمان من البوري، مش هاقول لكم يعني البوري وحش، البوري جميل جدًا، والطبار كمان يا جماعة في التمليح زي ما أنتم شايفين قدامكم كده بيكون خطير. وطبعًا بقى بما إننا في موسم السعادة، موسم البطارخ، وأنا دايمًا كده أقول لكم يا جماعة استغلوا الموسم، دايمًا كده السمك البوري والسمك الطبار بيبدأ يبطرخ كده من أواخر شهر 11 لحد شهر 1، كل السمك اللي في السوق من البوري أو الطبار بيكون مبطرخ، فطبعًا يا جماعة دي أحلى فرصة يعني مش هاقول لكم أحلى فرصة، دي أحلى وأجمل وأسعد فرصة في الدنيا إن إحنا بقى نستغل الموسم ده ونعمل فسيخ. طبعًا بقى هالاقي ناس داخلين في التعليقات يقولوا لي: "يا مروة فين الطريقة؟" والله يا جماعة كل متابعين الصفحة زهقوا مني من كتر ما نزّلت طريقة الفسيخ. طبعًا أنا نزّلت لكم طريقة الفسيخ، طريقة التمليح، كل حاجة بالتفصيل، ونزلت السوق كمان واشتريت معاكم السمك وهو لسه صاحي وملّحته، وطبعًا برضه أي حد عايز الطريقة يكتب لي في التعليقات وأنا هانزّل لكم اللينك بتاع الفيديو تاني. بس طبعًا هاقول لكم شوية حاجات كده علشان لو سمعتوا الفيديو بتاع التمليح الأولاني، فأنا كنت مملّحة الفسيخ في عز الصيف، فكان بياخد معانا بالضبط كده من 5 ل6 أيام وبنفتح عليه في اليوم السابع أو في اليوم السادس كمان. أمّا طبعًا دلوقتي في التوقيت اللي إحنا فيه ده، الجو خلاص بقى برد، الفسيخ هيقعد معانا بالضبط كده من 8 ل10 أيام على حسب وزن الفسيخة بتاعتكم. في عز الصيف كنت باقول لكم 5 أيام ونفتح عليه في السادس، ولو حابين تقعّدوه يوم كمان على حسب وزن الفسيخة. أمّا في الجو اللي إحنا فيه ده يا جماعة، إحنا بنقعّد الفسيخ من 8 ل10 أيام على حسب الفسيخة بتاعتكم. الفسيخ بتاعي ده كانت 3 حبّايات في الكيلو، أنا قعّدته بالضبط 9 أيام وفتحت عليه في اليوم العاشر. وطبعًا يا جماعة لو هتعملوا فسيخ الأيام دي، فإحنا لازم نفوّت السمك بتاعنا الأول قبل ما نملّحه. يعني إيه يا مروة نفوّت السمك؟ برضه أنا قايلة الكلام ده كله بالتفصيل في الفيديو اللي قبل كده. نيجي بقى يا جماعة للمهم، شايفين السمكة عاملة إزاي؟ شايفين الطبار عامل إزاي؟ شايفين البطارخ وجمالها؟ والّا السمكة قد إيه ملحّمة وزي الزبدة؟ عايزة أقول لكم إن أنا أختي كانت واقفة جنبي من أول فسيخة وهتموت على حتة بطروخ، وأنا أقول لها أبدًا والله لمّا أصوّر. المهم في الآخر صعبت عليَّ واديت لها حتة. بجد يا جماعة مش قادرة أوصف لكم جمال الطبار، استغلوا يا جماعة الموسم الأيام دي كل السمك اللي في السوق الطبار والبوري مبطرخين، استغلوا الموسم وهاتوا بقى سمك واعملوه فسيخ بالطريقة بتاعتي، وإن شاء الله أنا متأكدة إن هو هيعجبكم جدًا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم وأشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي، مع السلامة.